شفت الاخ ده بيخوفك تاخد الحاجات اللي واقعه في السعر ليه؟ شوف كده. لما يبقى تليفون قيمته 12 13 ألف جنيه وحد يعرض عليك ب 2000 ولا 3 وتشتريه، يبقى أنت راجل حرامش. ولما تكون موتوسيكل أو مكنة ثمنها مثلا 20 ولا 30 ألف جنيه وواحد يقول لك تشتريها مني ب 5000 جنيه، يبقى أنت راجل حرامش. ولو واحد جه جاب لك أنبوبة غاز وقال لك أنبوبة الغاز ديت ب 500 جنيه وأنت اشتريتها منه وتقول أنا ماليش دعوة وهو اللي شراها أو هو اللي بايع لها شراها ماليش دعوة، يبقى أنت راجل حرامش. لأن ببساطة الحاجة دي مسروقة. مفيش حد هيبيع حاجة قيمتها 20,000 جنيه ب 4000 أو 5000 إلا إذا كانت مسروقة. فأنت ما تعملش نفسك مدمنها وتقول إيه أنا ماليش دعوة أنا شاريها منه، هو اللي يشيل وزره. لا يا حبيبي، زي ما هو حرامي هو حرامي هاوي، إنما أنت كده حرامي محترف. أنت كده حرامي برخصة لما تشتري حاجة أقل من قيمتها. اتقوا الله وشوف أنت بتعمل إيه وما تشجعش الحرام على سرقته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا بعتبره شريكه في السرقه، لان الحرامي لو ملقاش اللي ياخد منه البضاعه ويسوقها هيفكر 1000 مره قبل ما يسرق. ابعتها له.